السلام البنات، كي بقيتو لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي بيتزا السائله او بيتزا المقله. كنتمنىكم ديروها، فهي سهله مهله. كتجي بهاد الطريقه. طبعا الرفاق تبع العصير اللي مكون من البرتقال، البنان والفريز. دابا غادي نقول لكم المقادير اللي غنحتاجوها في هاد البيتزا. كما كتعرفوا انا كنحاول نجيكم دائما بالجديد، لكن الجديد اللي هو بسيط في متناول الجميع. وكما كتشوفوا المقادير اللي محطوطه هنايا فهي كلها متواجده في البيوت ديالنا، ماشي مكلفه. اي واحد ممكن يعمل هاد البيتزا بكل سهوله. اول شيء كنحتاجو هو الحليب، طحين، 2 كيسان ديال حياة الطحين، وهنايا عندي بصلة، فلفلة خضرا حمرا ومايز مقلين في شوية الزيت وشوية الملح. عندنا الخميرة والسكر، نص كاس الزيت، الزعتر، ملحة، كيسون، تون وخميرة. انا ناخدو اناء اللي غنخلطو فيه، نحطو فيه 2 كيسان ديال الطحين ديالنا. كيمكننا نخلطو فينو مع الفرش. كنزيدو شوية ديال الخميرة، مقدار نص خمارة. كنزيدو شوية الملحة، وأيضا شوية الزعتر كنحكوه بين يدانا باش كيخرج ديك الريحة ديالو. ثم السكر والخميرة. كتشوفوا أنا عاملة خميرة شوية بالزايد لأنها ما كتخمرش مع البرودة، فما كتخمرش. كنخلطو مكونات مزيان، ثم كنضيفو لها الزيت. كنخليه واحد شوية، غنحتاجوها من بعد. هنا كنبداو نخلطو الطحين ديالنا مع الزيت. كنحاولو نلبسو الطحين ديالنا كلو ديك الزيت. كنستمرو نفس العملية حتى كنشوفو ان الطحين بحال اللي يفسك بديك الزيت. صافي هنايا غنبداو نضيفولو الحليب، لكن نضيفوه شوية بشوية. نستمرو في إضافة الحليب حتى كنحصلو على عجين كيشبه العجين الكيك. فهي عجينة كتجي ناجحة 100%. جربوها غتبقاو تعملو بيتزا أسرع ما يكون، يعني في آخر لحظة وليداتكم يطلبوا بيتزا كيمكن لكم ديروها لهم. خصوصا أن الأطفال كيحبوا الجبن، فممكن تعملها لهم فقط
بالطماطم والجبن غادي تعجبهم. نتوما كتشوفو عجينة كتجي بحال عجين الكيك. نجيبو المقلة ديالنا، ندهنوها بديك شوية الزيت اللي خلينا، نوضعو الخليط ديالنا، صدعتكم بديالنا صافي. الآن غادي نساوي العجينة. هنايا راني نسيت واحد المكون اللي هو صلصة الطماطم، غادي نجيبها. هنايا بعد ما سوينا العجين ديالنا في المقلة، فاحنا كنعملو عليها الطماطم. هذه الطماطم جاهزة، فيمكنلكم ديروا أيضا الطماطم تحضروها بيدكم في الدار، لكن هذه سريعة في نفس الوقت كتجي لذيذة. كندهنو السطح د العجين كلو، أول شي كنضيفو الجبن، كما كتعرفوا الجبن عنصر أساسي في البيتزا. ثم الخضار مفرقة، بالنسبة للخضار فيمكنلكم تضيفوا اللي بغيتو، لكن كتعرفوا هاد الفلفلة والبصلة كيعطيو واحد اللذة بيتزا. دابا غنضيفو التون، أيضا التون ماشي بالضرورة تعملو تون، كيمكنلكم تعملو كفتة، كيمكنلكم تعملو قامبا، كالامار، دجاج، كتعملوه سوطي من بعد تحطوه. لكن الجبن كتعرفوا أنه سهل سريع. صافي، دابا كنضيفو ما تبقى من الجبن. كون ما عملتوش جبن كتير في البيتزا فهي كتجي لذيذة.
نضيفو الزعتر تا هو كيعطي طيبان بيتزا مزيونة خصوصا اللي فيها التون. ونضيفو ما تبقى من الجبن. هكا كما كتشوفو كتكون بيتزا ديالنا وجدت في أسرع وقت بأقل مكونات. الآن غادي ناخدوها نحطوها فوق البوطة، نعملو لها العافية مهيلة يعني خفيفة، ونغطيوها بواحد الغطا اللي يكون مكينفسشي باش الحرارة ديالها كتولي فيها باش طيبنا بالوسط وما تبقالناش خضرا. هنايا كتكون بيتزا ديالنا وجدت كما كتشوفو، كتجي بيتزا رائعة لا في المذاق لا من ناحية العجين ديالها كتجي هشيشة، فغادي تعجبكم وتعجب وليداتكم، جربوها. أما بالنسبة للعصير اللي كنرافقوه معاه فهو عصير طبيعي، حاولوا تبتعدوا ما أمكن على العواصر اللي هي جاهزة خصوصا هاد الأيامات هادي، فلازم نقويو المناعة ديالنا بكل ما هو طبيعي. غادي نودعكم مع هاد البيتزا اللي جات رائعة، اللي ما غتندموش ولا جربتوها، وكنتمنى أنكم تعملوا لي لايك واشتراك، كما أنني كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى التواجد ديالكم معايا في القناة ديالي. مع السلامة.